تخيل معايا كده المشهد، الأندلس بتنزف وقشتالة بتفرض نفسها بقوة السلاح. المعركة هنا مش معركة سيف وبس، دي معركة وجود، يا نكون أو نختفي من التاريخ. من زلاقة الموقعة اللي وقفت الزحف الصليبي ودوخت أوروبا لحد الإرك، المعركة اللي رجعت الرعب مرة تانية في قلب قشتالة. المعركة دي كان فيها رجال ما كانوش بيحاربوا عشان أرض وبس، لا، دول كانوا بيحاربوا عشان عقيدة وهوية وتاريخ. رجال طلعوا من جبال المغرب، من رحم القبائل الأمازيغية، شايلين على كتافهم حلم كبير، إن الإسلام يفضل واقف في الأندلس وإن رايته ما تقعش. وهنا تبتدي حكاية دولة الموحدين. الدولة دي ما قامتش صدفة ولا حتى اتبنت بالسيف الأول، لكنها اتولدت من فكرة، من دعوة، من رجال آمنوا إن الإصلاح هو الطريق للنصر. النهاردة مش بس هنحكي حكاية تاريخ، احنا هنرجع بالزمن لورا وهنعيش مع بعض قصة دولة هزت المغرب وغيرت موازين القوة في الأندلس، سابت بصمتها في تاريخ الإسلام لحد النهاردة. دي حكاية الموحدين، من فكرة لدولة لإمبراطورية. السلام عليكم وأهلا بكم في نزهة تاريخية. في نزهة تاريخية بنتمشى في الزمن ونحكي الحكاية. من معركة إرك على حدود مملكة قشتالة، بيواصل الأمازيغ أو البربر كفاحهم المستمر ضد القشتاليين النصارى علشان يضيفوا نصر جديد لسجل بطولتهم. لكن المرة دي النصر جه على إيد دولة الموحدين. الدولة دي خرجت من رحم القبائل الأمازيغية، وتحديدا من قبائل مزبوطة، واللي كملت مسيرة المرابطين وزودت عليها إنجازات وبطولات أقوى وأوسع. النهاردة بقى هنتكلم عن دولة الموحدين الأمازيغية، نشأتها، فكرتها، وكمان أبطالها. كانت البداية من محمد بن تومرت، من عنده بقى تبتدي قصة بداية دولة الموحدين. محمد بن تومرت مؤسس دولة الموحدين كان أمازيغي من بلد المغرب. من بدري قوي كده فكر ياخد بعضه ويشد الترحال ويروح بلاد المشرق، مش طلبا للملك ولا سلطان، لكن طلبا للعلم. راح المشرق كده وتلقى العلم على إيد كبار علماء عصره في الوقت ده. في الوقت ده بقى سمع عن واحد اسمه أبي حامد الغزالي وغيره، يعني من أعلام الفكر والدين في الزمن ده، وتأثر جدا بأفكار الإصلاح الديني، وخاصة بقى فكرة تنقية العقيدة من الشوائب. وبعد كده ما خلص رحلته العلمية رجع تاني لبلاده في المغرب، لكن رجوعه المرة دي ما كانش رجوع طالب علم عادي يعني، لكنه رجع وحس وقتها إن المجتمع ده محتاج بالفعل إصلاح جديد. المجتمع اللي كان عايز إصلاح وقتها من وجهة نظره كان محتاج دعوة توحيد وإصلاح. ومن هنا بقى قرر محمد بن تومرت إنه يخرج للناس ويتولى بقى وقتها عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبدأ بقى دعوته الجديدة اللي فيها توحيد خالص، تصحيح عقيدة، محاربة البدع والانحرافات. ومن هنا بقى جت تسمية دولته بدولة الموحدين، لأن التوحيد في الأساس كان على أساس فكري وديني. من هنا بقى لقيت الدعوة وقتها صدى كبير جدا بين الناس. من الوقت للتاني بدأ كمان أتباعه يزيدوا، نكملهم بقى واحد اسمه عبد المؤمن بن علي. ده بقى الراجل التاني في قصتنا النهارده. لدعوة ابن تومرت كان شاب أمازيغي ذكي وطموح جدا، كان اسمه عبد المؤمن بن علي الكومي، واللي قابل وقتها ابن تومرت في تلمسان. عبد المؤمن ما كانش مجرد تابع، ده كان تلميذ نجيب وقائد بالفطرة. المشكلة هنا بقى إن مع انتشار دعوة الموحدين وكمان انتقادهم الشديد جدا لحكام دولة المرابطين، كل ده ولى الصدام بينهم وبين دولة المرابطين. ومن هنا كمان شاف الحكام المرابطين في الدعوة دي إن هي خطر ديني وخطر سياسي في نفس الوقت. ومن هنا بقى قرروا إن هم هيحاربوهم وهيطردوا محمد بن تومرت من مناطق نفوذهم. لكن اللي ما حسبوش حساب المرابطين وقتها إن الفكرة خلاص اتزرعت، وإن الرجال اللي وراها مستعدين يكملوا المشوار. ومن هنا بقى قامت دولة الموحدين. بعد وفاة محمد بن تومرت اتولى القيادة من بعده تلميذه الأبرز عبد المؤمن بن علي. ومن هنا بقى تبدأ المرحلة العسكرية الكبرى، لما خاض وقتها عبد المؤمن حروب ضارية لكنها كانت منظمة وطويلة، انتهت في الآخر كده بسقوط دولة المرابطين. وبسقوط دولة المرابطين قامت دولة الموحدين، لكنها قامت رسميا إمبراطورية موحدة ضخمة. ما كانتش دولة صغيرة، لكنها كانت إمبراطورية حقيقية بتمتد نفوذها من طنجة شمالا لنهر النيجر جنوبا لحد بقى وادي الشلف شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ووصل كمان لبلاد الأندلس شمالا. وحكمت وقتها المغرب والجزائر وتونس وليبيا، وكانت مراكش وقتها هي عاصمة الدولة وقلبها السياسي والعسكري. دي بقى كانت نزهتنا التاريخية النهاردة، والحلقة الجاية في نزهة جديدة.